السلام عليكم. اليوم ان شاء الله بغيت نوجد معكم مطيشه عامره بالروز. كنحتاجو في المقادير: الروز مسلوق نص سلقه، علبه الطون، طماطم، 2 فصوص من الثوم، بصله مقطعه صغيره ومحكوك عليها 2 فصوص من الثوم. كنضيف عليها الزيت ثم الملح ونوضعها فوق النار تشحر. كناخذوا مطيشه الا ما كانش توقف لكم مزيان كتعملوا لها العمليه هكا، ضغطوا عليها شويه وغادي تبقى توقف، ولا قطعوا لها طريف صغيور من الاسفل. بسم الله على بركه الله. كناخذوا مطيشه كنقطعوا لها هاد الطرف الفوقاني وكنخويو الطماطم من الداخل. الطماطيشه كنخويوها من الداخل وكنحتفظوا بهذا اللب ديال المطيشه. هاد الطريقه راها سهله باش تصيدوا اللب ديال المطيشه من الداخل ديال الطماطم. صافي كنفرغوها مزيان نزيد معكم واحد مطيشه اخرى نوريكم الطريقه ان شاء الله. بالمعلقه كتجي سهله احسن من السكين. صافي وردوا لها الغطاء ديالها تنبغيو نعمروها. صافي دابا البصله والثوم هما كيتشحروا حتى كيتبدل اللون ديالهم. كناخذوا داك اللب ديال المطيشه كنطحنوه بهذه الطريقه هذه. ونضيفوها على الخليط ديال البصله والثوم المسقرين. من بعد كنضيفوا الروز مسلوق نصف سلقه، من بعد قليل من الملح على حسب الذوق، ثم ربع ملعقه من الابزار، فلفل اسود، ملعقه صغيره من الفلفل الاحمر فابريكا. كناخذوا المول اللي غيدخل الفران كندهنوه بقليل من الزيت، بعد ما كيوجدنا الخليط كناخذوا الفرماج وكنحكوه فوق الخليط ديال الطماطم والارز. هاد الوجبه هذه ما كنحتاجوا لهاش التوابل بكثره، غير القليل كما قلت لكم ربع معلقه من الابزار. ثم كناخذوا العلبه ديال الطون وكنضيفوها فوق هذا الخليط هذا، وقليل من المعدنوس وكنخلطوا الكل جيدا. ناخذوا الطماطم ونضيفوا لها القليل من الملح ونعمروها بالخليط ديال الارز والطماطم والطون والفرماج. اللي ما بغاش الطون يضيف الكفته او صدر الدجاج مقطع قطع صغيره. ونردوا عليها الغطاء نضغطوا عليه مزيان باش ما يطيرش. نوضعوها في المول اللي دهنا بالزيت من قبل. نستمر بهذه الطريقه تنكمل المطيشه كلها ان شاء الله. نتوما كتشوفوا الفران راه عندي مسخن من قبل، كنت نطيب فيه الخبز. كندخل المول ديال المطيشه النار شاعله من الفوق من الاسفل ومن الاعلى. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطماطم اللي وجدت معكم اليوم. ان شاء الله كيجي رائع. جربوها وما غتندموش، وما تنساونيش الحباب بالبارطاج وباللايك. الله يجازيكم بخير ويسهل اموركم. غادي نحل معكم وحده وتشوفوا كي جا من الداخل
ما شاء الله. هي الطماطم محمره، وجبه خفيفه وسهله. الانسان كينوع في هذا الصيف، ما كنقدروش على الوجبات الثقال. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.